احنا طول عمرنا جروب من صحاب وقرايب كتير جدا نفسنا نشتغل مع بعض في مكان واحد. ايه اللي خلاك يا احمد تحس في 2015 انه you need to start new avenue؟ اوكي why؟ طيب طبعا يعني بترجعنا لبداية رحلة لذيذة، ويمكن كانت سنة من أواخر 2014 لحد بداية 2015 فكرة بداية نيو أفنيو. يمكن الموضوع كان مقسوم لتو بارتس، منهم بارت كان منطقي شوية وبارت تاني هو البارت الغريب. ويمكن البارت الغريب ده هو نقطة قوتنا من 2015 لحد الحمد لله السنة اللي احنا فيها دي. البارت الأولاني ان طبيعي كنت شايف ان في جاب في الماركت في فكره البروكرج او فكره الكونسلتنج بمعناها الحرفي، ان الكلاينت محتاج يثق في حد ايه القرار الصح اللي هو بيشتريه في الريل ستيت، سواء ريزيدنشال سواء كوميرشال سواء برايمري سواء ريسيل. فلازم يكون موجود شركه عندها كل السيرفيسز موجوده بتقدم ده في شكل نصيحه حقيقيه اكتر مما هي فكره هي بيعه وخلاص. فيمكن ده التكنيكاليتي اللي جوه شغلانه الريل ستيت. طبعا كان في الوقت ده في شركات تايكونز موجودين في الماركت، اغلبيتهم كانوا مالتي ناشونالز واغلبيتهم كانوا بيقدموا السيرفيس اللي انا بقولها، بس يمكن احنا كنا بنحاول ان احنا نبقى اقرب للكلاينتس شويه. ده جه عن طريق ايه؟ جه عن طريق بقى الحلم الحقيقي كان بتاع نيو افنيو اللي هو ممكن ناس كتير كانت بتشوفه غير منطقي. احنا طول عمرنا جروب من صحاب وقرايب كتير جدا نفسنا نشتغل مع بعض في مكان واحد. ده يعمل مشاكل على فكره، يعني لو مش شغال كويس بيعمل مصايب. وده كان من زمان قوي حاولنا ان احنا نعمله في اكتر من شركه. اللي كان بيروح يشتغل في مكان بيحاول يجيب 2-3 من الجروب ده، دايما ما كانتش بتنجح قوي. فكنا دايما عندنا احساس ان محتاجين ان يبقى عندنا حاجه هي دي اللي تلم كل الناس دي، ان هم ينفع يشتغلوا مع بعض تحت يعني امبريلا واحده امبريلا واحده ويقدروا في الاخر ان هم يبرفورموا احسن.